مش عايز اشوفك تاني، ومش عايز اسمع صوتك تاني. هو ده ردك على اللي انا بقوله لك؟ ده الرد المؤدب. تمام يا زياد، بس خليك فاكر، خليك فاكر مين اللي باعتك ورمتك، مين اللي بتحبك بجد وجات لك لحد عندك وانت رفضتها. فين مدحت يا ابني؟ شنب. هو انا مديلك بنتي عشان تمد ايدك عليها؟ الشرع بيقول ان اربيها لما تكون ناقصه رباية. شرع ايه يا متخلف انت؟ انت فاكر اللي انت عملته ده هيعدي بالسهل؟ انا بنت متربيه احسن تربيه، بس انا اللي غلطان ان امنتك عليها وسكت عليك كتير قوي في تصرفاتك وافعالك، وقلت يمكن تتعدل عشان خاطر بنتك. ده انتوا جايين بقى تتعدوا عليها في معرضي وسط رجالتي. وهنسجنك كمان. انت فاكر نفسك متجوز حيوان عشان تعمل فيها كده؟ اسمع يا ابني، لو ما بعتش ورقه بنت بالمعروف ما تلومش الا نفسك. بنتك انا مش هطلقها واطلبها ببيت الطاعه عشان اربيها. ولا هي ما قالتلكوش ان انا قفشتها قاعده مع راجل غريب وماشي على حل شعرها؟ انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت في حاجه في دماغك؟ انت اتجننت؟ انت جننت يا بنت عشان بايدك عليا؟ ده انا اربيك ورب اللي خلاني ما ينفعش. انت بتعمل ايه هنا؟ اهلا يا حبيبي، تصدق يالا انت عملت فيا جميله لان من ساعه ما شفتك وانا عايز اضربك. لا بس كفايه. قوموه. انت ايه يا اخي ما بتفهمش؟ انا قلت لك مالكش دعوه بحياتي. يعني انت عايزين اشوف اللي بيحصل ده وافضل واقف ساكت؟ انا مش عايزاك اصلا، انا لا عايزه اسمع صوتك ولا عايزه اشوف وشك. وانتوا الاتنين زي بعض، انتوا الاتنين شبه بعض. وانت اقسم بالله العظيم لو ما طلقت مريم لهطلع بيها على المستشفى واعمل تقرير طبي واحبسك بيه. ولا هتعرفوا تعملوا حاجه، وطلاق مش هطلق واعلى ما تفكروا اركبوه. ملك، قلت لك مالكش دعوه بيا واطلع بره حياتي. مش وقته الكلام ده يا ملك. لا وقته. ملك انت كده بتعقديها. وملهاش حل يا زياد. ما تطلع بره يالا بقى ولا انت عايز تتضرب تاني؟ خلاص بقى، خلاص يا ابني، اخرج انت منها. احنا اهل في بعضينا، ولو سمحت كفايه لحد كده بقى. انت لسه هتطبطب عليه يا عم الحاج؟ طلع له الرمه ده بره، يلا. انت عارف ان انا ممكن اقلب المكان ده عليك انت والجلابيه بتوعك. يلا بطل هاكس، يلا طلع له الرمه ده بره. ادي ما جايبكم.